السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عييت ما نتسنى باش انا الصوت ديالي يبرى باش نسجل لكم فيديو واحد اخر، ولكن بان لي هاد النزله ديال البرد ما غاديش تطلق مني، وهكا غير غادي نضيع الوقت. وانا نقول اكيد انكم غادي تقبلوا الصوت ديالي كيف ما كان. المهم هو الموضوع، ماشي المهم هو الصوت ديالي. وندخل ان شاء الله على بركه الله في الموضوع اللي تابع الفيديو اللي قبل منه. هي كيفاش انني نبقى نبان زوينه، وكيفاش نكون راضيه على راسي، وبزاف د الحوايج. كما قلت لكم فيديو واحد اكيد ما غاديش يكون كافي على هذا الموضوع هذا. داكشي علاش خصنا اي حاجه خصنا نخدموا عليها، ما نبقاوش حنا غير غاديين هكاك في الحياه وصافي، حيت راه حتى حاجه ما كتجي سهله. كل حاجه راه خاصك تعطيها الوقت ديالها، وخاصك تعرفي الطرق الصحيحه كيفاش تعاملي معها. ومن بعد ما عرفنا المشاكل اللي عندنا في الجمال ديالنا، شنو هما الحوايج اللي عاديين غير حنا اللي كيبانوا لنا فيهم مشاكل، وبزاف د الحوايج كما سمعتوا معايا في الفيديو اللي قبل من هذا. اليوم غنهضروا على واحد الحاجه اللي مهمه بزاف وقليل اللي كيرد لها البال، وهي عندها واحد التاثير اللي كبير بزاف على هي الشخصيه ديالك وكيفاش انت كتعاملي. انا اكيد غتكونوا شفتوا شي بنت اولا شي مراه ولا مهم ملامح ديالها عاديه بزاف، يعني جيتي تعطيها النقط على مثلا على عينيها ولا على وجهها ولا على الطول ديالها ولا على الفورمه ديالها، غتعطيها واحد النقط اللي ضعيفه بزاف، ولكن عندها واحد القبول اللي كبير بزاف. وهنا تقولي حنا فعلا صادفنا هاد الناس بحال هكا ملامحهم عاديه، ولكن كل شيء كيبان لهم انهم راهم زوينين. اول نقطه كيتشاركوا فيها هاد الناس اللي كيبانوا لنا ملامحهم عاديه ولكن عندهم واحد القبول اللي كبير بزاف، يعني بمعنى صحيح كيبانوا لنا زوينين بزاف، ولكن كيف قلت لكم الا جينا نقطوا الملامح ديالهم ما غاديش نعطيوها حتى 6 على 10. النقطه اللي كيتجمعوا فيها كاملين وهما عندهم الغموض، يعني ما كتصيبهمش كيضحكوا بزاف، ما كتصيبهمش فيهم الهضره بزاف، ما كتصيبهمش كيفهموا في جميع المواضيع، واخا هما يقدروا يكونوا كيفهموا فيها ولكن هما ما كيدخلوش راسهم في اي حاجه كانت. يعني الاغلبيه كتصيبهم ساكتين وكيتصنتوا وعارفين هما شنو كاين وعارفين بزاف د الحوايج، ولكن كتصيبهم ما فيهمش قوه الهضره بزاف. يعني المعنى د هذا الشيء اللي قلت لكم كامل هي اول حاجه ما تبقايش غاده وانت كضحكي. ابسط الحوايج تكوني غاده وانت كضحكي، ومشكله تكوني كضحكي بواحد الصوت اللي انه كيبان كلشي كيسمعك. هي فعلا لا كنتي كضحكي وزعما وما مسوقاش كتكون كتمتلكي واحد القوه في الشخصيه ديالك، ولكن ما كتمتلكيش واحد القوه ديال الانوثه اللي خاصك تحافظي عليها. يعني اول حاجه ما تكونيش غاده وانت كضحكي، لان ملي كتبداي تضحكي بزاف كتلفتي انتباه ليك بزاف، وهكا الناس كيبقاو يشوفوك مره على مره حتى كتولي تباني انسانه عاديه بزاف واخا تكوني عندك ملامح اللي زوينين بزاف. وثاني حاجه هو الصوت ديالك، ما تكونيش عندك اي حاجه بالغوات، يعني واخا تكوني باغا واحد الحاجه اللي بسيطه بزاف كتهضري بواحد الصوت اللي مجهد بزاف، هذه كتنقص من الجمال ديالك. غتقولي لي الصوت ما عنده حتى شي علاقه بالملامح، ولكن عنده علاقه. الا جربتي تخدمي على هذا الشيء وتفكرتي هاد الناس اللي قلت لك اللي عندهم جمال عادي ولكن هما كيبانوا زوينين بشهاده ديال بزاف ديال الناس، غتلقاي فيهم هاد الصفات هادو. ما تبقايش انك غاده وانت كتهضري، ما تبقايش غاده وانت كتضحكي، وما تبقايش الصوت ديالك ديما كيسمعوا كلشي. انت اي حاجه فيك خصك تعتبريها شي حاجه غاليه وشي حاجه نادره، يعني ماشي اي واحد يسمع الصوت ديالك، ماشي اي واحد يسمع الضحكه ديالك. يعني انت خصك تعاملي راسك كانك شي حاجه غاليه، ماشي اي واحد يقدر انه يسمع شي حوايج اللي ديالك، يعني اللي شي حاجه اللي في الشخصيه ديالك. ثالث حاجه هي الطريقه كيفاش كتمشي، واش انت هي كتمشي ورجليك ملحيين يعني ما محكماش فيهم، واش كتمشي وانت كتجري خاصك كنتي لابسه شي صنداله. هاد القضيه كنلاحظها بزاف في البنات ديال 14 عام 15 عام، كتم غاديه وهي كتسمعي الصنداله ديالها كتجرها في الارض. واش نتيا كتمشي وانت كتحسي براسك بحالي عيانه، بحالي مريضه، بحالي فهمتوني؟ يعني المشي ديالك حتى هي عندها دور، تكوني كتمشي بطريقه زوينه، ماشي انك كتمشي باش تلفتي الانتباه ديال الناس، وماشي انك كتمشي
كانك مريضه ولا عيانه ولا كنظن انكم راكم فهمتوني. رابع حاجه كيبقى التعبير ديال وجهك، واش نتيا من الناس اللي كتباني بشوشه، يعني عندك ديما واحد الابتسامه على وجهك خفيفه، ماشي انك غدا كتكفحي غدا كتضحكي بواحد الصوت اللي عالي بزاف، انت فقط كتباني انك انسانه بشوشه. يعني كيفاش كيشوفك الناس كيحسوا بانهم مرتاحين، يعني كيشوف واحد الوجه اللي بريء باينه، ماشي انك ديما هكذا حجبانك، انه يجيوك غير التجاعيد، ديما طالع لك الدم، ديما معصبه. وهذا قضيه ديال ان الانسان يكون ديما معصب مازال ندير لكم عليها فيديو ان شاء الله باذن الله، كيفاش واخا تكوني عصبيه بزاف كيفاش انك يعني تولي تتحكمي في راسك وما تكونيش عصبيه. يعني الملامح ديال وجهك مهمين بزاف، تكوني عندك واحد الابتسامه خفيفه بزاف، انت ما كتبانيش ضحكه ولكن انت اصلا راكي ضحكه من الداخل ديالك، وهذا الشيء كيعطيك واحد النور على الوجه ديالك. وكنتمنى انكم ديروا واحد التجربه خفيفه دغيا دغيا، لانك تمشي حدا المرايه وتحسي براسك انت ضحكه من الداخل، بكاع ما تبينيش سنانك، ما تكونيش باينه عليك ابتسامه، وشوفي كيفاش غتباني نتيا. يعني كتبان عندك واحد اللمعه في وجهك في عينيك، يعني كتباني مرتاحه. هادشي علاش حاولي انكم تجنبوا تكوني دائما مغوبشه، دائما مفكره شي حوايج خايبين، دائما حاولي دائما انك تكون كتفكري شي حوايج زوينين. هاد القضيه هذه كاينين اللي عندهم في شخصيتهم على حسب حكم التربيه، على بزاف د الحوايج، كاينين اللي عطاهم الله سبحانه وتعالى يعني هاد الشخصيه هكاك هما دايرين، ولكن كاينين اللي خدموا عليها ووصلوا انهم يبانوا مهتنين، يبانوا انهم الوجه ديالهم كيبان بريء. يعني الانسان فاش كيشوف وجهك ما كيحسش بانك يعني كما كنقولوا راه شي حوايج كيبانوا على الوجه. الا كانت شي وحده مثلا معصبه، عندها مشاكل، عندها شويه قلبها قاصح، غتشوفها غتقول هذيك اكيد ما ارتحيت لهاش. داكشي علاش خصك دائما تحاولي تشوفي الحياه بطريقه زوينه، واخا يكونوا فيها مشاكل تكوني دائما قلبك متسامح. يعني ماشي عندك شي مشاكل تبقي ديما هزها في قلبك وتقولي لا وانا داروا لي وانا خصني ننتقم وانا هادي وانا هادي. هادشي كله كيأثر على الوجه، كيأثر على النظره كيفاش كيشوفوك الناس. الا بغيتي انك يكون عندك واحد السر في الجمال خصك تكوني مهتنه، خصك تكوني مسالمه، خصك تخلي امرك بيد الله. حتى لانك تعرضتي لمشاكل ولا شي حاجه بحال هكا خلي الله اللي ياخذ لك حقك. ما تبقيش تقولي انا لا خصني ناخذ حقي بيدي، انت غير جربي انك تقولي الله يسامح وتقولي لا خاصني ناخذ حقي بيدي، تشوفي الملامح ديال وجهك انهم تبدلوا. وكاينه حاجه واحده اخرى، هي ما تبقيش تهضري بزاف وتعاودي اي حاجه عندك سواء زوينه ولا خايبه. حاولي دائما تكوني ساكته، يعني ما تهضري ماشي حيت كتقلي مراسك ما كتهضريش، حيت انت ما باغاش تهضري، ماشي حيت ما عندك ما تقولي، انت ما باغاش تهضري. ما تشوفي من هذا الجانب هذا صافي غادي مع المده غادي تدربي، غادي تبني واحد الانسان اللي بعقلك، تبني واحد الانسان اللي عارفه شنو باغيه، تبني واحد الانسان ماشي بحال كاع الناس، يعني غير اللي جاتها كتهضر فيه اي موضوع كتفهم فيه، ديما كتسابق على الهضره. هادو كلهم كيقلوا من الجمال ديالك. وكذلك كاينه حاجه واحده اخرى، هي ما تشوفيش اي وحده وتبغي تعندي معاها. مثلا كتشوفي بحال شي وحده كتهضر بزاف د المواضيع ما تدخليش انت ديري بحالها. تشوفي وحده كيفاش كتناقش ما تناقشيش بالطريقه ديالها، ديما خصك تخلي شي حاجه ديالك، شي حاجه خاصه بك. يعني الا كنتي في واحد المجمع فاش نمشيو حنا بحالتنا نتفكروا كل وحده وكيفاش هضرات، كل وحده وكيفاش ناقشات، كل وحده وكيفاش عطات الراي ديالها. ماشي مثلا قلنا واحد الحاجه زوينه كاملين بالضروره تقولي انت زوينه. الا كانت انت بانت لك خايبه، الا كانت فعلا بانت لك خايبه او لا فيها واحد الحاجه بانت لك انت حنا ما بانتش لينا، تقولي لا انا شفت واحد الحاجه كيفاش شفتها وكيفاش شفتها. ماشي حيت كلشي قال ديك الحاجه كاينه خصني نقول انا كاينه، الا لا كانت فعلا ديك الحاجه كاينه. فهمتيني؟ يعني ماشي غير نعيب واحد الحاجه باش نبان مختلفه. يعني دائما حاولي تحافظي هذاك الشيء اللي كيبان لك نتيا، ما تتبعيش كاع الناس، ما ديريش كاع داكشي اللي كيديروه الناس. المهم غير نتيا تكوني ديري واحد الحاجه مقتنعه بها، الله سبحانه وتعالى راضي عليها، صافي هنا كتكوني كديري واحد الحوايج اللي خاصين بك نتيا. يعني ما يمكنش تقلدي اي وحده شتيها تقلديها في طريقه الهضره، طريقه اللباس، طريقه بزاف د الحوايج.
يعني حاولي تخلي شخصيتك انت خاصه بك. وهذا الشيء ماشي معناته الا كنتي كتقلدي الناس في طريقه الهضره ديالهم او في طريقه كيفاش كيناقشوا الموضوع او لا في بزاف د الحاجات انك انت راكي غلطه وراكي تحسي براسك يعني عندك واحد النقص وبزاف د الحوايج. الا هذه فقط هذا الفيديو يخليك انك تردي البال لهاد المساله هذه، ومن هذوك الاخطاء غادي تتعلمي وغادي تكوني شخصيه خاصه بك. فقط انك تبقي تبحثي في هذه المواضيع بزاف وتخدمي على راسك مزيان، وراه اي حاجه يمكننا نغيروها، يمكننا نصلحوا اي حاجه كيف ما كانت. اذا كانت عندك العزيمه والاراده تكون هكا عندك ان شاء الله في المستقبل شخصيه خاصه بك، ما كاينش واحده اخرى بحالها. فهمتوني؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تكون استفدتوا منه شي حاجه. شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده، خليت لكم الراحه، مع السلامه.